احلى صباح على شباب مصر. احب اشكر كل الناس اللي عملوا لي لايك وشير في الفيديو بتاعي بتاع ازاي تنزل سعر الدولار في مصر. فالمره دي انا قررت اعمل فيديو عن البنوك، وانا شايف ان نظام البنوك في مصر نظام فاشل. في ناس كتير هتقول لك لا طبعا ده انا كلامي غلط وكلامكم صح، مهم يعني انا ده طريق ده اللي انا بفكر فيه يعني تمام. وده اللي هو هنا في امريكا اللي ماشي اصلا، يعني مش بجيب حاجه من جديده من عندي. البنك بيدي للناس نسبة عشان يطلع بيها قروض. البنك ما بياخدش فلوسك يشغلها. البنك ما بيخشش في اي حاجة عملية تجارية او اي حاجة ممكن فلوسك تضيع فيها. البنك عايز حاجة 100% امان، فهو بيديك 10 11 12% وبيطلع قرض ب 16 17%. فلو انت فكرت فيها ماشي جميلة حلوة جدا مفيش مشاكل يعني، بس تعالى بقى افكر فيها بطريقة تانية. البنك لما يديك انت 10 و11% في السنة تشتغل ليه؟ ولو اشتغلت هتفكر انا لو عملت البيزنس ده واشتغلت الشغلانه دي هل الدخل هيجي لي اكتر من البنك ولا اقل من البنك؟ طيب يا عم لو اقل من البنك لا مش هعملها، ما تجيبش همها معايا مش هشتغلها. طب ما انت ممكن تشتغلها وتضرب معاك يا عم، لا ما تشتغلهاش بقى خلاص. ما هتشتغل ليه؟ ما البنك بيديك فلوس مش محتاج بقى خلاص. فطبعا الموضوع ده بيخلي شباب كتير قوي يبقى عندهم افكار عايزين يعملوها وبيحبطوا وما بيعملوش حاجه في الاخر. في الاخر البنك بيدي في قروض لشركات كبيره اللي هي ما بتفرقش معاها العموله، ما بتفرقش معاها الحاجات دي. فالشركات دي انت ما فكرتش لما الشركه بتيجي تاخد قرض وتشتري حاجه بتستوردها او منتج بتبيعه كبير، الشركه دي لما بتيجي تحط المنتج ده في السوق ما فكرتش ان المنتج ده هيبقى تكلفته جنيه وهيتباع في السوق بالمكسب بتاعهم بجنيه وربع؟ بس لا، هم هيبيعوه بجنيه وربع وال 17% بتوع البنك، وفي الاخر انت اللي تدفع الفاتوره دي. فطبعا هو نظام فاشل من ناحيتين، بيخلي الشباب مش عايز يشتغل وبيخلي الناس الكبيره بتزود الاسعار في البلد. فانا مش بقول يعني يبقى صفر، بس ما يبقاش النسبه الجباره دي، يبقى نسبه بسيطه. والبنك معمول عشان خاطر تشيل فلوسك في البنك وتبقى في امن وامان. ده الفكره الاساسيه للبنك. دلوقتي في ناس كتير هتقول لي لا ده اللي ممكن الناس كلها تسحب فلوسها من مصر. انا عايز اقول لك في الجنيه المصري ما بيتاكلش في اي حته في العالم، مش هروح في اي حته، الجنيه في مصر قاعد مش رايح في اي حته، فما تقلقش من الحته دي. الحاجه الثانيه، في ناس هتاخد فلوسها من البنك وما تحطهاش في البنك. يا عم احطها فين؟ احطها تحت المخده يا عم، احطها تحت المخده يا عم. يعني انت هتحط لك 100 مليون تحت المخده؟ حط يا عم اللي انت عايز تحط المخده، مش هيأثر في اقتصاد الدوله. حاجه ثانيه بقى، ما فكرتش ليه انت كل ما بتروح البنك بتلاقيه زحمه موت وتفضل قاعد اليوم كله عشان تاخد حاجه من جوه ولا تسحب مليم ولا تحط فلوس؟ فكر فيها. انت لما بتروح البنك تتكلم عايز تسحب فلوس، فانت بتروح بتقول له انا عايز اسحب فلوس، الموضوع ده ما بياخدش نص دقيقه اول ما تقول انا عايز اسحب كذا. شوف انت فكر فيها بقى، بياخد وقت قد ايه عشان يعد الفلوس اللي هيديها لك او الفلوس اللي انت هتديها له عشان يعدها اللي انت عايز تعملها ايداع. الوقت ده هو ده الوقت اللي بيتاخر فيه في البنك. ويا سلام بقى لو واحد كبير دخل وقال لي انا عايز حد يعد لي 7 مليون جنيه، اقعد بقى اليوم كله بقى. الفكره دي حلها سهل جدا وبرده معموله في امريكا. اي حد عايز يسحب فلوس اكتر من 10 او 20 او 30 الف جنيه ياخد شيك مقبول الدفع. عايز تجيب عربيه، عايز تجيب اي حاجه غاليه، تاخد شيك مقبول الدفع. تروح هناك بالشيك، انا عايز عربيه ب 250 الف جنيه، تديله الشيك وده فلوس. مش لازم تروح بكاش ومش لازم تطلع من البنك بكاش عشان ما تتسرقش، عشان ما يبقاش الحرامي قاعد مستني اللي طالع ومعاه شنطه. يبقى الحرامي عارف اللي البنك ده ما بيتفيش حد بيطلع من عنده جوه اكتر من 20000 جنيه في ايده، فبالنسبه للحرامي ممكن تكون ما تجيبش همها فنسبه السرقه تقل ويبقى الموضوع اتحل. فكر فيها بطريقه ثانيه، لو كل الناس بتاخد فلوسها باللي هو شيك مقبول الدفع، هيجي اخر السنه الحكومه هتعرف البيزنس ده دخل له فلوس قد ايه. فمثلا لو دخل له شيكات بمليون ومصاريف اللي عنده 500، الحكومه هتساله تقول له اديني ال 500 دول هات لنا الضرايب بتاعتهم. مش تيجي عشان كله دخل له بشيكات، مش تيجي اخر السنه الا الشركه تقعد تقول له لا ما عملناش السنه دي، احنا دوبك كسبنا 50000 جنيه وخدوا ضرايبكم 10000 جنيه زي ما هي ماشيه. طيب ما فكرتش البنك ليه دايما ما عندوش دولار؟ طيب البنك لو فكر فيها، لو قلل الناس اللي بتيجي من بره معاها دولار، الناس دي بتيجي
بتشوف نسبه الدولار غالي ازاي، يروح بايعين الدولار في السوق السوداء، واخدين الجنيه حاطينه في البنك وياخدوا عليه العموله. طب ما انت لو قللت العموله الناس دي هتغير فلوسها ليه؟ ما تخلي فلوسها بالدولار، وهتحط الدولار فين؟ هتحطه في البنك، بس زود بقى العموله في الدولار في البنك. وقلل العموله على الجنيه. ساعتها الناس هتتحول وتخلي فلوسها دولار وتحطها في البنك، ويبقى البنك عنده دولار مش السوق السوداء اللي فيها الدولار. ما فكرتش ليه لما بتروح البنك وتقول له انا معايا شيك وعايز اصرفه، يقول لك يضحك في وشك كده يقول لك لا الشيك من غير دون رصيد. طب يا عم طالما بدون رصيد سايب الراجل عنده شيكات ليه؟ ما تقفل له الحساب. اعمل له لوك على الحسابات. لا اصل والله الراجل عامل عندنا 4 5 شهادات وما اقدرش اقرب لها. يعني ايه ما اقدرش اقرب لها؟ يعني الراجل اداني شيك فلوسي عايز اخدها، يبقى الراجل عمال بياخد فوايد ومش عايز يديني فلوسي؟ ده المفروض تعمل عليه لوك على طول ويتقفل الحساب بتاعه في ساعتها، مش تخلي الحساب شغال والراجل عمال شغال بينصب ويدي شيكات هنا ويدي شيكات هنا ويروح البنك وتقعد بقى ايه، والبنك يبقى فرحان هو بيديك الريفيوز مش مشاكل يعني عادي يعني. وتروح بقى تروح المحاضر وقواضي وتقعد بالسنين عشان تاخد فلوسك، والراجل ده الفوايد بقى عملت له فلوسه زي الفل وبعد كده بيدفع لك بقى مش خسران حاجه. لا والجميل ايه بقى؟ ان البنك النهارده بيديك عموله باليوم، تحط فلوسك النهارده تسحبها بكره تاخد عموله يوم. طب معلش يعني انا لما يجي حد بقى ويجي يقول لي انت هتدفع حضرتك هتديني فلوسي امتى؟ يقول له والله لا والله ما هستنى عليها 3 4 ايام. طبعا استنى عليها طبعا، ما لازم يقول لك 3 4 ايام، وهديك فلوسك ليه يعني؟ ما بتاخد فلوس في البنك او عبيط بقى قصدك فلوسك بقى. عشان كده البلد كلها ماشيه بنحله يا عيني، ما حدش عايز يدفع لحد حاجه، عشان كله مستني الملمين اللي هياخدهم من البنك اللي هيغيروا حياته يعني. ده كل ده نظام فاشل. ارجو حد ياخد قرار، حد يوقف تعاملات مع البنك، تبقى انتوا فاهمين، حتى مش مهم حتى لو توقف بس تبقى انت فاهم ان البنك ده بيعمل معاك ايه، تبقى انت فاهم النظام ماشي ازاي. هنا في امريكا البنك ما بيديش فوائد، بيديك 0.0001 حاجه كده، يعني ما فيش فوائد. بس اقول لك حاجه، لما انا بروح اشتري عربيه من البنك بيديني الكارد ب 3%، ولما بشتري بيت من البنك بيديني الكارد برضه 3% او اقل. عشان كده الناس كلها هنا عندها بيوت. يقول لك ليه؟ انا ادفع للبنك 400 دولار في الشهر بس ما اروحش اجر شقه ب 700 دولار في الشهر. الحسبه كده. انا خلصت. لو اقتنعت بكلامي سبسكرايب، لايك، كومنت، شير. اشوفكم حلقه ثانيه. باي باي.